ببرنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن مصطفى الجويلي. حاجه مصطفى الجويلي ده كان يعني صحفي زملكاوي وكده. قبل كده لو تفتكروا قناه الزمالك كان بيعمل تعصب وفتنه من الدرجه الاولى، وبيعمل مشاكل وبيعمل حاجات غير محترم مره، وبيتكلم كلام غير محترم عن النادي الاهلي بالمره. اللي زي مصطفى الجويلي ده بيقول كلام اي هبد وخلاص، اي هري وخلاص. اللي زي ده بيعمل تعصب فتنه درجه لو هو اصلا الاهلي عامل له مرض وتعب نفسي، والاهلي عامل له مشاكل جامده، والاهلي لدرجه ان هو عمال يتكلم عن الاهلي دايما على طول. فطبعا اصلا مصطفى الجولي اصلا يعني هو ب 100 وش متلون، ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته. فتلاقي اصلا هو طبعا هتلاقيه هو منافق ومدلس وكذاب، وان هو بيكره وبيغل وبيحقد والشر من قلبه تجاه النادي الاهلي. النادي الاهلي عامل له مشكله عمل له عقده من سنين، لان هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا في شكم بجد والله العظيم، حاجه في منتهى بجد، حاجه منتهى التعصب فتنه، وحاجه غير محترمه بالمره. تعال شوف معايا كده. في جمهور تاني يا استاذ عبد الناصر، لو الفرقه فازت بيشجعها، لو اتغلبت بيديها على مين هو ده؟ ما انت عارف مين يعني؟ ما انت عارف جمهور مين؟ لا لا لا، ده انت قصد جمهور الاهلي؟ اكيد. لا مستحيل. يا باشا ما بيوقفش الا في الافراح بس، لكن الزمالك في السراء والضراء. مين؟ الزمالك اتغلب واقف مع الكيان يا باشا. بص، لكن دول مع الفوز بس. يعني والله عايز اقول لك مصطفى الجويلي، عايز اقول لك والله مصطفى الجويلي يعني جمهور الاهلي اصغرهم اللي عنده 5 و4 سنين ارجل منك واجدع منك. تاني بقولها، اصغر واحد في جمهور الاهلي يا مصطفى الجويلي ارجل واجدع منك يا مصطفى الجويلي. انت بتتكلم بتقول مش على الحلو. طب الدور بقى على انا مش عايز اتكلم، دور بقى على جمهوركم. الواحد لو عايز يفتح هيفتح ويقول. جمهور الزمالك يعني الواحد لو عايز يتكلم هيتكلم، بس الواحد ما بيحبش يتكلم على نادي اخر، الواحد بيتكلم على نادي فقط لا غير. فانت لو عايز تتكلم هفتح يعني اقول يا مصطفى الجويلي، فانت ما بتتكلمش على غيرك، فانت بتقول كذا وكذا. لا، انت لو بتتكلم جمهوركم ياما ساب ناديكم كتير في كذا موقف وبالدلائل، لكن احنا دايما على طول جمهور الاهلي دايما على طول بنبقى مش مع الحلوه، لا احنا دايما مع النادي الاهلي، مع الفريق على المره قبل الحلوه، مش على الحلوه مره مع لا على المره قبل الحلوه. لكن مصطفى جويلي عايز يقول اي كلام وخلاص. اي واحد عايز يعمل لقطه، عايز ياخد لقطه، عايز ياخد ترند مش معروف، ما حدش بيعرف، ما حدش يعرفه، عايز ياخد لقطه وترند. يعني هو واحد مريض نفسي، الاهلي عامل له مرض نفسي وتعب نفسي. لا يسعى المريض ده حاجه، ربنا يشفيه يا رب، لان هو الاهلي عامل له مرض نفسي. فاللي زي ده اصلا يعني هو يعني هو اللي زي ده اصلا مش حاجه يقولها. بيعمل ترند، بيتكلم مش لاقي حاجه يقولها. فهو اللي زي ده كده، اللي زي كده عايز يعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه، والاهلي عامل له مرض نفسي. وهو اللي زي ده اصلا يعني اللي زي ده اصلا هو مش عارف هو اصلا بيطلع ازاي في الاعلام. يعني اصلا يعني مصطفى جولي اصلا مش عارف ازاي بيطلع في الاعلام هو امام المشاهدين عامه. يعني فهو اصلا مصطفى جولي اصلا كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. مصطفى الجويلي اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. بنزل من بيتي في كل يوم رايح للاهلي انسى الهموم وارجع فرحان.